السلام عليكم، معكم زينب من كويزين زيم ادريسي. تنقول لكم مرحبا بكم لاول مره تيجوا في القناه ديالي، فتنقول لكم تابوناو وفعلوا الجرس باش دائما هكذا يوصلكم الجديد من مطبخي. ونتمنى لكم فرجه ممتعه. نخليكم مع المقادير مع طريقه التحضير. اول حاجه البنات تنحتاجوا الدقيق. هنا تقريبا انا عندي واحد 400 غرام ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات اللي تيكون رطب. غادي نضيف عليه واحد شويه ديال الملحه، القياس اللي غيملح لينا هذاك الدقيق ديالنا. وغادي نضيفو كذلك معلقه من خميره الخبز اللي تنديروها هكا تكون حبيبات. وكذلك غادي نحتاج واحد المعلقه ديال الزبده. هانتوما هاد العجينه عرفتي تجي فتيتي وتجي زوينه بزاف البنات. غادي نحاول انني نرمل هذيك الزبيده ديالي مع داك الطحين ديالي هكا حتى نحصل عليه كله غادي يترمل لي ويتبسبس لي. ومن بعد غادي نضيف الماء اللي هو دافي بالتدريج. غتضيفوه بشويه بشويه باش هكا تجمع لكم العجينه ديالكم، ما تجريوهاش بزاف. انتم راه تجي في الاول تكون تتلصق في اليدين، ولكن من بعد راه تجمع لينا. من بعد ما تجمعات لي وهي جمعتها انا راه ما دلكتهاش، غادي نغطيها هكا بالسلوفه ونخليها حتى تخمر. من بعد ما خمرت ما تاخذش معنا وقت اللي هو بزاف، تقريبا واحد نص ساعه حتى ساعه الا ربع صافي تكون خمرات. غادي هكا غادي نجي غادي عاوتاني نحركها هكا ما بين يديا واحد الدلكه خفيفه اذا نخرجوا داك الهواء اللي فيها، وهكا باش غادي نشكلها الكرات باش اللي غنشكلوا بهم هذيك البيتزا ديالنا. فانتوما تحكموا على حسب الحجم نتوما بغيتوهم كبار راكم ديروا كرات كبار، بغيتوهم هكا صغارين يجيو فردين كل واحد ياخذ وحيده ديالو، ولا ديروا كرات اللي هما صغار. المهم هانتوما شوفوا القياس ديال الكرات اللي انا درت، وغادي تشوفوا القياس ديال البيتزا ديالي كيفاش غادي يخرجوا. غادي نبدا هكا نشكل دوك الكويرات ديالي كلهم، الكويرات هكا نقادهم باش يجيو مقادين ملي نبغي نطلقهم يكونوا ملسين كاملين. وإلا بانت لكم شي وحيده كبيره عاد تحيدوا منها شويه وتتقادوها مع الاخرى. من بعد ما كبرتهم كاملين على هذا الشكل، فانا غادي ناخذ هنايا واحد شويه ديال الفينو او داك السميد اللي تيكون ناعم. عرفتي ملي تنفندوهم فداك السميد اللي هو ناعم، هي القاعده ديالهم التحتانيه ملي تطيب تجي ديك القاعده شويه كروستيون وهما رطيبين، عرفتي تيجيو زوينين. وبطبيعه الحال معايا الشيف سلطان في الكوزينه، حتى هو واخد العجينه ديالو، حتى هو تيطلقها، حتى هو تيصاوب كلشي نتوما تشوفوا. المهم من بعد توليو تشوفوا الفيديوهات ديالو بوحديته ان شاء الله. غادي نطلق هكا بالدلاك، غادي نطلق واحد السمك اللي ما غاديش نخليها رقيقه بزاف وما غاديش تكون غليظه عاوتاني بزاف، لان هي غادي تخمر لنا في الفران، غادي تنفخ لنا واحد شويه. انتم شوفوا الرق ديالها كيفاش درتها. صافي غادي نعطيها هكا ندلكها بالطول وغندلكها واحد شويه بالعرض، لان انا بغيتهم يجيوني هكا طويولين واحد شويه. صافي غادي نجبد ما بين يديها هكا، وغادي نجي لداك الرويص من هنا ومن هنا غادي نقرصو هكا من الجوانب، قرصوه مزيان باش ما يتحللكمش هو في الفران. وغادي نبدا نشكل هكا من جناب هذيك العجينه اللي تكون هكا طالعه، فانا تنبقى نضغط عليها برؤوس الاصابع ديالي، تنهز بوحده وتنضغط بالصبيع الاخر باش هكا تنشكل هذاك الحريف اللي غادي يجيني هكا في الجنيبات، واللي غادي يجي من بعد غادي نزينوه بالزنجلان وغادي ندهنوه هكا بالبيض باش يجي الشكل ديالو زوين وتيجي مغاير على الشكل اللي حنا تعرفوا البيتزا العاديه. هانتوما تنضغطوا مزيان. ومن بعد غادي ناخذ واحد الفرشيطه هكا باش غادي نزيد انني نثبتهم اكثر. ما الا خفتوا انهم يتحلوا لكم ديروا كما درت، فانا قلت لكم ناخذ فرشيطه وغادي نبدا عاوتاني نثبتهم هكا اكثر. ضغطوا عليهم بشويه، فرشطه ديالكم دوزوها بشويه ديال الطحين باش ما تلصق لكمش، وبقاو هكا تضغطوا بشويه بشويه. كيف قلت لكم السلطان معايا في الكوزينه، اي حاجه درتها هو تيبغي يديرها. هنا تيقول لي عطيني فرشيطه انا نديرها في لاباط ديالو. مهم غادي نكملها بهذا الشكل البنات كما تشوفوا، حتى غادي نسالي العجينه اللي عندي كامله. تحاولوا انكم تشكلوهم كاملين. نتوما شفتوا الكميه ديال هاد الدقيق اللي درت، خرج لي تقريبا واحد 6 ديال الوحيدات هكا، كل ما نصفهم في الصينيه ديال الفرن اللي انايا درت فيها الوراق ديال الطبخ. وغادي نكمل الباقي حتى نساليهم كاملين، عاد غادي ندوز للتعمار ديالهم بنفس الطريقه. غادي نشدو من جناب وغادي نبقاو هكا تنضغطوا بالاصابع ديالنا، حنا تنلويو وحنا تنضغطوا، حنا تنلويو وحنا تنضغطوا حتى تنساليوها كامله. وديروا الفينو كيف قلت لكم تعطيها واحد المذاق اللي هو زوين، وتعطيها واحد التقرميشه تكون زوينه، ما تجيش رطبه 100% من التحت وما تجيش قاصحه، تجي زوينه بزاف. صافي غادي نثبت بالفرشيطه وغادي نديرهم هكا في الصينيه. من بعد ما كملتهم كاملين قلت لكم خرجوا لي 6، انا درت 2 ديال الطاوات لانه الحجم ديالهم جاو كبيرين شويه. غادي ناخذ هاد الصلصه الطماطم اللي كنت وجدتها معكم البنات قبل من رمضان بواحد السيمانه يمكن،
باقا عندي في الثلاجه وباقا تنخدم بها وتجي زوينه وسريعه، زعما تلقاها هكا واجده تنخدم بها نيشان. غادي ناخذ الفرشاطه غادي نثقب هي الوسط ديالهم باش ما يتنفخوش بزاف، وغادي ندير هذيك الصلصه اللي انا وجدتها معكم. انا هكا خليتها هي للبيتزات وهذا الشيء، والله الا تجيني سريعه احسن من هذيك الجاهزه اللي تناخذوها تكون هكا خفيفه. هذه بعدا متاكدين انها مطيشه مطيشه. صافي غادي نديرها هكا. غادي ناخذ شويه ديال الجبن الموتزاريلا، غادي نرش واحد الرشه منه هكا في الوسط. غادي نكملهم كاملين بنفس الطريقه، غادي نرشهم كاملين بهذيك الموتزاريلا. عارفين الموتزاريلا بنات تعطي هذيك التعليكه تجي زوينه في وسط من البيتزا. من بعد غادي ناخذ هنا، خديت واحد البصيله قطعتها هكا شنينفات وشحرتها في شويه ديال الزيت ومليحه فقط، هادشي اللي درت. وما تكثروش الملح لان حنا تنخدموا بالاجبان فتيكونوا مالحين، حاولوا ما امكن انكم ما تكثروش الملح ديالكم بزاف. من بعد كما تجي هكا معيسله، من بعد ما غنكملها كلها غادي ناخذ الطون. غادي ندير، انا درت فيها الطون، بغيتو ديروها البنات نتوما كفيته ديروا كفيته، اللي متوفر عندكم في البيت ديالكم خدموا به. بغيتو تخليوها هي مارغريتا خليوها مارغريتا، كيما بغيتو ديروا. صافي غادي ندير واحد شويه هكا ديال الطون. بغيتو تزيدوا فليفله زيدوها، اي حاجه بغيتو ديروها ديروها. من بعد غادي نزيد واحد شويه ديال الزيتون اسود، المهم تيجي زوين وسط منها. وفي هاد الاثناء البنات انا الفران راني دايره حتى يسخن من الفوق ومن التحت. خديت هنا واحد البيضه اللي طربتها مزيان، طربتها مع واحد شويه ديال صلصه الصوجا، غادي ندهن بها دوك الجوانب هكا كيف قلت لكم. غادي ندهنوهم كاملين. الفران انا عندي ايتيمات اللي هو صغير، راني شاعلاه من التحت ومن الفوق تيسخن، وملي غنبغي ندخلهم غادي نطيبهم من التحت هو الاول، غنطفي الفوق وغنطيب من التحت وعاد نشعل لهم فوق باش يتحمروا، باش ما يقصحوليش هكا في الفران. من بعد ما كملت الدهين ديالهم كاملين هكا بالجوانب، غادي ناخذ شويه ديال الزنجلان غادي نرشهم على ديك البليصه اللي انا درت فيها البيض. مهم هي للتزيين فقط البنات، نتوما لكم واسع النظر، ديروا البافو ديروا اي حاجه متوفره عندكم خدموا بها. صافي مباشره الى الفرن. من بعد ما طابوا خرج نتوما شفتوا كيفاش يتنفخوا من الجناب وتيجيو زوينين. غادي ندير عليهم دابا وهما هكا سخيخنين، غادي ندير عليهم واحد الرشه ديال الفرماج الاحمر او ادام هكا من الفوق. بغيتو ترجعوهم من الفران هي اللي يذوب عليهم دغيا وطفيو رجعوهم، ولا هي السخونيه ديال الفران تيكون باقي سخون هي دخلوهم شويه وخرجوهم، ما تخليهمش في الفران باش ما يقصحوش. ولا لا كانت هكا الطاوه ديالكم سخونه والكوزينه اللي نتوما خدامين فيها سخونه فخليهم راه تيذوب عليهم هكا بوحديتهم. هذا الشكل ديالهم من بعد ما صاوبناهم تيجيو على هذا الشكل، وبصحه والراحه.